توقعات ميشيل حايك لعام 2024. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب تحققوا أحلامكم كل اللي بتتمنوه في 2024، ونشوف فلسطين محررة في بداية السنة. برحب بكل متابعين مشاهدين قناة أنا وهي والنجوم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. زي كل سنة أطل الفلك اللبناني ميشيل حايك وأعلن عن توقعاته للبنان والعالم. بالنسبة للبنان بالعنوان العريض، يصف ميشيل حايك عام 2024 بلوحة الثنائيات، والمرحلة القادمة ستكون وراء كل صفقة، يعني كل صفقة هيكون وراها صفعة بالقلم. زمن الصفقات والثنائيات آتي: المطار مطارين، مطار رفيق الحريري ومطار حقيقي بيتجهز في الأفق، وقطاع المصارف كذلك الأمر، بعدها بيقفل وأخرى تندمج في أسلوب جديد. قطاع العقارات مستمر، يذهب آخر يأتي. لبنان ينطلق بمسار معاكس للمنظومة، مثلثات سكنية على الطريقة الفرنسية بموازاة المربعات الأمنية، تثبيت العملة الوطنية مهما كان سعر الدولار. أداء الإدارات العامة ينشط من أجل شفائها من شللها. لبنان النهضة بتشق طريقها نحو الجنوب. أرض الجنوب ستنبت حياة بالمغتربين والسياح بالآلاف، ويشهد ازدهار رغم الحرب. ودائع كبيرة تتجه نحو لبنان، ومن الضعف سيخلق قوة. سيكون هناك رئيس جمهورية من خلال عملية قيصرية وعصا سحرية من خارج رزنامة المواعيد. بيروت ستجذب أصحاب رؤوس الأموال والعقول. بيروت ستكون عاصمة العواصم من جديد، ولا تشبه إلا نفسها. الداون تاون ستعود لسابق عهدها، في الأول بيروت وفي الآخر بيروت. الأعجوبة التي ستنقذ لبنان آتية، والأعجوبة التي ستخلص لبنان آتية من خلال أعجوبة أخرى، ودي الأعجوبة اللي اتكلم عنها ميشيل حايك بقاله حوالي 2 أو 3 سنين بيتكلم عن نفس الأعجوبة. وفي ضيعة حملايا سيكون الحدث الضخم. المطران ونجم بين رصد ومحاولة بيخطف الأضواء. مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن بإطلالة سارقة. القضية سمراندا نصار بين ملف وملف يثير بلبلة. مرة أخرى لن تسلم الجرة في الكحالة. التركيز على الأب خنسير في توقعاته الطقسية المرعبة. غضب شعبي لن يرحم السلطة السياسية. طيارة تلامس وجه الماء. حركة محورها العشائر ثمنها غالي. تطور بمصفاة نفط بين طرابلس والزهراني. أجندة الرئيس ميشيل عون تعدل مواعيدها. زيارة من نوع آخر للرئيس ميشيل عون. بيت الربية يغص بالزوار. الثورة لن تكون ذكرى ولا ذكريات، الثورة بكرة أيضا. سنة 2024 لن تكون تضييعا للوقت. لبنان سيكون مفول. مشاهد غزوية في مخيمات لبنانية. سفير لبناني بيحمل رسالة مفخخة. بيصر الوزير بسام مولي على شعاره لكم بالمرصاد. مخطط من طابور خامس سادس للتخلص من القضية غدا. اعتزال العمل السياسي سيكون بالجملة لأسباب ودوافع مختلفة. الصورة والخبر عن الإمام موسى الصدر والسيدة رباب الصدر ستتصدر المشهد. على المرفأ سيكون هناك حقيقتين لحقيقة واحدة، وملف البيطار لن ينطفي. مركز بحنس يرصد هزة. علاء الخواجة بخطوات جديدة. أي حداد رسمي سيسبق الثاني. نائب مستهدف سواء كان مؤنث أو مذكر. الدفع للإرهابيين لاستهداف سياسيين وفنانين ورجال أعمال. حديث
جورج وسوف مع القدر لم ينتهي. اعتداء من العيار استقيل على السفارة في عقر. حوادث ومستجدات تشعل النادي الرياضي. المتاحف في لبنان ستكون مزارات وخاصة متحف نابو. وأم وهاب لن يقف على أي إشارة حمراء. منطقة المعاملتين في حادثين يحولها إلى مكان أفضل. ورقة رابحة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من خلال شخص مقرب منهم. الشارع السني يتزعم مهما كان الزعيم. ليلى الصلح ضمن لائحة الأسماء التي تصنع الفرق. عركة بين رجال للحزب التقدمي الاشتراكي. إطلالة قوية ومهمة للمير طلال أرسلان. جوبيل ستسرق أضواء من غيرها من المدن. عمليات أمنية تنفذها مافيات أجنبية على أرض لبنان. تقارب بين حزب الله والقوات اللبنانية. سوليدير، ثورة وفورة واستثمارات مجنونة. رجال السير والشرطة ملو الشوارع في كل يوم وليس في المناسبات فقط. العثور على كنوز في الباترون وفوق جرودها. باسل سليمان فرنجية يظهر من خلف الكواليس. وضع الأجهزة الأمنية على المحك. الأنظار تتجه إلى شركة كهرباء لبنان. الرئيس نجيب ميقاتي رجل الفجأة، والمفاجأة مفاجأة وراء مفاجأة حتى الصدمة. مطار رفيق الحريري استهداف شخصية سياسية. أحزاب لبنان ستتشابه مع أحزاب سعودية. الرئيس نجيب ميقاتي في مواجهة تيار لا يغرق ولا يعوم. أما سوريا فبيقول ميشيل حايك تمن بتدفعه روسيا على الأراضي السورية. تبتل في الأجواء السورية والإسرائيلية. وما سنراه في الجولان ليس سيناريوهات وتمثيليات بل وقائع حقيقية. مسلسل غريب ستجري أحداثه داخل الحكومة المقبلة. خطر من درجة 5 نجوم يحوم حول العائلة الأسدية في سوريا. تطار شخصية من حصة الأسد. تهب العاصفة في السويدة وتسمية المشايخ مفخخة ومحوطة بالخطر. شح الماء الموجود في سوريا إلى زوال تدريجي. محاولات للنيل من وزير العدل السوري الحالي. تباعد تدريجي بين سوريا وإيران تتبعه مرحلة تغييرية واسعة. وجوه التغيير ليست كلها جديدة. محاولات بأساليب مختلفة ومشبوهة لإبعاد ماهر الأسد. تيم حسن ونصيف زيتون يشعرون الساحة بأخبار غير فنية قبل الأخبار الفنية. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. طبعا توقعات ميشيل حايك شملت بلاد عربية كتيرة، ولأنها طويلة فطبعا مش هنقدر نقولها فطبعا لأن التوقعات كتيرة فمش هنقدر نقولها كلها مرة واحدة في فيديو واحد، فهنقسمها على عدة فيديوهات. فياريت لو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة وباقي التوقعات أول ما تنزل. ياريت تدعموني باللايك والكومنت والشير. شكرا لكم. اللقاء أشوفكم في حلقة تانية من حلقات التوقع.